يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عايزه اقولكم وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده راجعه لكم فيديو جديد حلو قوي قوي، واتطلب مني كتير جدا جدا. يا رندا، الرخامه بتاعتك انت غيرتيها امتى؟ عاملاه ازاي الستيكر؟ يا ما قلت لهم ان ده ستيكر. طبعا بقالي فتره طويله ما ركبتش ستيكر، لاني كان بدأ يتقطع مني وكسلت ان انا اغيره. ما رحت جايبه المفرش ده، مش عملي خالص، بالعكس الستيكر احلى بكتير من المفارش ديت او اي حاجه هتحطيها على الرخامه. طبعا الرخامه زي ما انتم شايفينها كانت نضيفه، مسحتها بحته مبلوله بس كده، وبعد كده هنشفها كويس قوي، لاني لو سبتي ميه على الرخامه الستيكر مش هيلزق. عملته قبل كده مره وجيت الزق الستيكر ما لزقش معايا خالص. تمام، نشفت الرخامه حلو جدا كده، ورحت جايبه الستيكر ده بيتهيألي كده، انا مش فاكره قوي السعر، بس كان المتر بحوالي 18 ب 16 حاجه زي كده. انا جبت 2 متر، جبت بزياده شويه عشان المره اللي فاتت قصر مني، والحته اللي انا حاطه فيها الميكروويف دي كانت ما فيهاش فرشه، يعني ما فيهاش حته لزق، ما كان شكلها بايخ يعني. ما جبت بزياده شويه، يعني مثلا لو انتي عندك الرخامه 180 او 160، هات 2 متر، خلي بزياده، لان احنا هندخله تحت الرخامه كمان. اول حاجه كده هو طبقه بتلزق حلو جدا جدا، بس اهم حاجه زي ما قلت لك عشان ما تندميش زي ما انا عملت قبل كده، ان الرخامه يبقى فيها نقطه ميه. لو فيها نقطه ميه مش هيلزق معاكي. وهبدا اللي انا اثبته من اول الرخامه كاني بثبت شريط. فاهمينها ازاي؟ بس اسيب حته طالعه شويه من الرخامه على اساس اللي انا هتنيها تحت الرخامه، وهبدا اسحب بالراحه جدا 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 كل ما اسحب لتحت. وهجيب حاجه كده مستويه عندك بقى، دي بتاعت طبعا الترط اللي بسوي بيها التورته. لو ما عندكيش بالسباتشولا بسكينه المعجون دي، بس ما تكونش حاميه قوي عشان ما تقطعهوش. على فكره بيستحمل السخونيه، ممكن تحطي عليه حله سخنه عادي، ممكن تحطي عليه طص الآلية عادي، مش بيسيح من المية السخنة او اي حاجة سخنة. عملي جدا 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 جدا. طبعا اللون ده اللي لقيته عند الراجل ساعتها كان عنده النبيتي وكان عنده الزيتي في البني ده، قلت مش مشكلة اجيب دوت احلى من النبيتي. حسيت ان النبيتي هيبقى فاقع قوي قوي، وكان بيبان فيه اي حاجه، يعني لو نقطه مجيره او اي حاجه بيبان. خلي بالك، هاتي الحاجات الفاتحه اكتر من الغامقه. في ناس تقولك لا الفاتح بيبقى بيوسخ بسرعه، لا بالعكس، ده الغامق هو اللي بيبان فيه اكتر. فاهمينها ازاي؟ وتبدأي بقى اللي انت تعشقي بين الرخامه كده، كل ما تشدي اللزق كل ما تجيبي الاسباتولا دي وتبدأي اللي انت بصي تسحبيها كده لغايه لما تطلعي منه كل الهواء. لو سبتي فيه هواء هيفرغ معاكي وهيطلع معاكي. الحته اللي احنا تانيينها من فوق دي طبعا رحت تانيها كده على الحته اللي طالعه من الرخامه دي، على اساس يبقى كلها شكل واحد، ما تبقاش حته بيضه والتانيه ملونه، لا احنا عايزين شكلها يبقى شكلها طبيعي جدا. وطبعا الديل اللي واقع ده سحبت كده الرخامه للقدام، وهبدا اللي انا ادخله من جوه كده على اساس برضو ما يبانش اي حاجه للرخامه. ولو مفتوح منك من تحت برضو هيفصل، هتبصوا تلاقوه مره على مره على مره هيدخل هوا، وهتلاقوه فصل وطلع لوحده. بيتشال بسهوله جدا، ما فيهوش اي تعقدات خالص، يعني ما تيجي تشيليه هتشيليه عادي خالص بس بالراحه، عشان بس ما يكحتش معاكي. بس كده بس كده، بصوا سهل جدا جدا. جبت بقى المقص وهبدا اشيل كل الزيادات اللي فيه. شلت كل الزيادات اللي فيه. الرخامه لو انا قلت لك ان دي رخامه، مش انت هتصدقي؟ طبعا هتصدقي، شكلها رخامي جدا، نفس تعريجة الرخام ونفس اللمعه، كله تحفه. بجد بجد انا بنصحكم ان كنتوا تجربوه على اي رخامه، رخامه حوض، رخامه مطبخ. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت الحلو. الحقيقه اسهل مع رندا بس، وباي.